السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير حلم الزنا في المنام لابن سيرين. قال ابن سيرين إن الزنا بيرمز في المنام إلى سرقة المال أو علم، لأن الرائي يختفي كالسارق. وقد تدل رؤية الزنا في الحلم على مخالفة العهود والمواثيق. من رأى أنه زنى بامرأة شابة جميلة جدا في المنام فإنه ينال ولاية وسلطان. وقيل الزنا في الحلم بيدل على الحج، والزنا بزانية في المنام دليل على الشر والفتنة. كما إن الزنا بالبكر قد يدل على الزواج، والزنا بالمتزوجة بيدل على مزاحمة رجل على مصدر رزقه. تفسير رؤية الزاني والزانية في المنام. رؤية الزاني في المنام بتدل على أن الرائي يتعرض للسرقة من شخص قريب. بتدل رؤية الزاني في الحلم على شخص خبيث ومكار. كما بتشير رؤية الزاني يقام عليه الحد في المنام على أن الرائي يحصل على حقوق مسلوبة منه عنوة. كما بترمز رؤية الزاني يعطي شيء للرائي في الحلم دليل على أن الرائي يصاحب شخص يدل على طريق السوء. ماشي. رؤية الزاني ينكح امرأة في المنام فدليل على ان الزاني يطالب بمال من زوج المرأة. ومن رأى شخص يجامع احد من محارمه في الحلم دليل على ان هذا الشخص يأخذ المال عنوة من الرائي ويطالب بحقوق ليست من حقه. من رأى شخص يجامع زوجته في المنام دليل على ان الرائي سيوكل امور بيته بعد سفره لهذا الشخص. ورؤية الزانية في المنام بتدل على كسب مال الحرام. من رأى زانية تعطيه شيء في المنام دل ذلك على علم قد ينتفع منه الرائي. ورؤية الزانية تزني مع سلطان أو حاكم في الحلم دليل على قوة سلطانه وحكمه وينال حب كثير من الناس. تشير رؤية الزانية الجميلة في المنام على الرزق والخير الكثير. كما بتدل رؤية الزانية القبيحة في الحلم على الشح والفقر. كما بتدل رؤية الزانية تزني مع قريب في المنام دليل على أن هذا الشخص القريب يحتاج إلى المساعدة في أمر ما ليكسب رزقه. يرمز حلم الزنا مع امرأة مجهولة للخير والمنفعة المادية للرائي. كما بتدل رؤية الزنا مع امرأة مجهولة في المنام على حصول الرائي على ترقية في عمله أو عمل جديد يكسب منه الكثير. بتشير رؤية الزنا مع امرأة مجهولة في الحلم على سفر الرائي لطلب الرزق أو العلم. والزنا مع امرأة مجهولة من الدبر في المنام بتدل على أن الرائي يأتي الأمور بغير محلها. بيدل حلم الزنا مع امرأة معروفة على رزق قليل بعد جهد كبير. ورؤية الزنا مع المحارم في الحلم بتدل على صلة الرائي لأقربه به. كما إن الزنا مع معلمة في المنام بتدل على الانتفاع من علمها. والزنا مع زوجة الغير وزوجها معها في الحلم فإن ذلك الزوج يعطيه مال كثير ويوكله بأعماله. الزنا مع الأم في المنام بيدل على مخاصمة الرائي لأبيه. بتدل رؤية الزنا مع الأم في الحلم على مال قد يحصل عليه الرائي من أمه. والزنا مع الأم في المنام دليل على وجود مشاكل بين الإخوة. الأم مفتاح الصلح بينهم. وقيل الزنا في الحلم مع الأم بتفسر على قلة الزرع وكساد في المحاصيل بالنسبة للتاجر. رؤية الزنا مع الأخت في المنام بتدل على زواجها أو طلاقها إن كانت متزوجة. كما بتدل رؤية الزنا مع الأخت في الحلم على تلبية رغباتها والدفاع عنها. رؤية الزنا مع الابنة في المنام بتدل على تزويجها لشخص غني. بترمز رؤية الزنا مع الابنة في الحلم على الرعاية لها وإرشادها للطريق الصحيح. ومن زنى بغلام في الحلم دليل على أن الرائي يصبح أجير ويتمكن من سرقته عدوه. رؤية الزنا بطفل صغير في المنام بتدل على أن الرائي يعمل عمل لا يناسبه. من رأى يزني به رجل في الحلم دل ذلك على حصول الرائي على مال منه. رؤية العدو يزني بك في المنام دل على انتصار العدو ونيله منك. من رأى رجل معروف يزني به في المنام دليل على أنهما يجتمعان على الأذى والشر. أما إذا رأيت نفسك تزني بسلطان في الحلم دليل على أنك ستخسر مالك وستصبح فقير. أما إذا رأيت سلطان يزني بك في المنام دل ذلك على الاستفادة من مال. رؤية الزنا مع الأخ في المنام بتدل على العداوة والخصام بينهما. أما إذا كان أخاك يزني بك في المنام دليل على أن أخاك لا خير فيه. والزنا مع الصديق في الحلم بترمز إلى الفراق بينهما. أما رؤية الصديق يزني بك في المنام دليل على غدره بك وسلبه لشيء عزيز عليك. رؤية الزنا بالأب في الحلم دليل على أن الأب يخرج الرائي من بيته. وقيل الزنا في الأب في المنام
بتدل على بره وحبه له. أما رؤية الأب يزني بك في المنام دليل على أنه يريد تربيتك وإرشادك للخير. رؤية الزنا بشيخ عالم في المنام بيدل على أن الرائي يأخذ من علمه ودينه. رؤية امرأة تزني في المنام، رؤية امرأة تزني في المنام على طلبها لحاجة أو لغاية من الرائي. رؤية امرأة تزني مع الأب في المنام دل ذلك على شفاء الأب من مرض كان يعاني منه. ترمز رؤية امرأة تزني مع الأخ في الحلم على فساد أخلاقه واتباع الملذات. بتشير رؤية امرأة تزني مع الزوج في المنام على أن الزوج يحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام. رؤية امرأة تزني مع امرأة في الحلم بتشير إلى فعل المنكرات والمحرمات. رؤية الزوجة تزني مع شخص في المنام بتدل على نفع ومال لزوجها. رؤية الأم تزني في الحلم تشير إلى مرض الأب. أما رؤية الأخت تزني مع شخص في المنام بتدل على سوء سمعتها وارتكابها الفواحش. رفض الزنا في المنام، رفض الزنا في المنام بتفسر على أنها العودة لله والتوبة عن المعاصي. من رأى نفسه يرفض الزنا مع امرأة في الحلم دليل على تخلصه من الأحزان والهموم. رؤية الرجل يرفض الزنا مع رجل في المنام دليل على رفضه لفرصة كانت ستدر عليه المال. رؤية الرجل يرفض الزنا مع محارمه دليل على ابتعاده عن أهله. طيب رؤية الفتاة ترفض الزنا في المنام بتشير إلى طهارتها وعفتها. كما إن رؤية الفتاة ترفض الزنا مع شخص في الحلم دليل على ابتعادها عن رفقاء السوء والتمسك بأخلاقها. بتدل رؤية رفض المرأة الزنا مع المحارم على عدم الاستماع لنصائحهم وعدم الرجوع إليهم وقت الشدة. رفض الزنا مع الملوك في الحلم دليل على أن الرائي ينال سمعة ومحبة من الآخرين. تشير رؤية رفض الزنا مع العلماء في المنام على جهل الرائي وعدم الانتفاع بعلمه. رفض الزنا مع الشيوخ في الحلم دليل على ابتعاد الرائي عن الدين وعدم التقيد بالشريعة. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.